أخطر حاجة ممكن تحصل للإنسان إنه يقتنع إنه وصل لوحده، مش لازم يقولها بس يحسها. نجح عشان أنا شاطر، جاب فلوس عشان تعبت، وصل لمكانة أنا أستحق. وكل مرة الإحساس ده بيكبر شوية لحد ما الإنسان ينسى حقيقة مرعبة جدا، إن ربنا لو شال حاجة واحدة بس كان كل ده ممكن ما يحصلش أصلا. مش لازم يشيل فلوس، ممكن يشيل التركيز يوم واحد بس وتصحى تلاقي عقلك مش حاضر زي زمان. أو يشيل الصحة، الفرصة، الشخص اللي كان بيفتح لك الأبواب، قبول الناس ليك، حتى التوقيت المناسب. وفجأة كل الشطارة دي اللي انت كنت معتمد عليها ممكن ما تعملش أي حاجة خالص. وده بالظبط اللي القرآن كشفه في كلمة خطيرة جدا: إنما أوتيته على علم عندي. قارون ما قالش أنا رب، هو بس نسب النعمة لنفسه. ودي مشكلة تبان مش كبيرة قوي، لكنها أخطر مما نتخيل، إن الإنسان يشوف نفسه المصدر. عشان كده الحمد لله مش مجرد شكر، الحمد بيرجعك لحجمك الحقيقي، ويفكرك إنك مش واقف بنفسك ولا بعقلك ولا بخبرتك ولا بعلاقاتك. انت واقف لأن ربنا ماسكك. لو سابك لنفسك لحظة كنت هتقع. وعشان كده يمكن في ناس مع إنها ناجحة جدا لكن خايفة طول الوقت. عارف ليه؟ لأن اللي شايف نفسه هو السبب لازم يفضل مرعوب يخسر السبب ده. لكن المؤمن كل ما يشوف نعمة يفتكر ربنا أكتر مش نفسه، فيحب ربنا أكتر، لأنه يبدأ يشوف إن كل تفصيلة في حياته كانت عطاء منه. فيمكن السؤال مش أنت تعبت قد إيه، السؤال الأصعب: لو ربنا رفع عنك حاجة واحدة بس كنت هتعرف تعمل إيه فعلا؟ الحمد لله يا رب العالمين يمكن مش بس معناها بشكر ربنا، يمكن كمان معناها أنا عارف إني من غيره ما كنتش هبقى حاجة. ويمكن عشان كده الحمد لله ما كانش بس شكر، يمكن كان علاج كمان. وده اللي هنتكلم عنه المرة الجاية. مستنياكم.